السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أهلا وسهلا بكم. لقاء جديد وفيديو جديد وحاجة جديدة إن شاء الله نستفيد بيها. اللي عنده أي قصقوصة زي كده، سواء أكبر أو أصغر، يعني على حسب الموجود عندك في البيت. النهاردة هنعمل منها فكرة هتعجبكم، وفكرة شيك كمان وتصلح لكذا حاجة. اول حاجة هنساوي القماشة، يعني اي حاجة هتعمليها صغيرة كبيرة لازم تساوي القماشة، بحيث ان ما تبقاش في حتت معوجة او حتت مش مظبطة. ويستحسن انك بتستخدمي قماش يكون حاجة ما تنسلش، يعني القماش اللي بيتنسل ده عايز لا اما يتحرق بنار، يعني بشمعة او عود كبريت، لا اما توديه الاوفرلوك اللي هو بيسرفل الحاجات دي. واللي عنده مكنة او سرفلة يسرفلها بنفسه. بعد ما هنساوي الحوافي، على فكرة القماشة دي هي مطرزة منها فيها كده، فاللي عنده نفس الفكرة مطرزة تبقى حلوة جدا. اللي ما عندوش مطرز يبقى ما فيش مشكلة، يعني هتبقى عادي الحكاية. ادينا بنساوي الحتت، وبحيث ان احنا في الاخر نحصل على قماشة مستوية ومظبطة. عايزة تعمليها شكل مربع اعمليها. لو كانت عندك القماشة فيها مساحة انك ممكن تعملي شكل دائرة او بيضاوي يكون احسن كمان. على فكرة في آخر الفيديو أتمنى أصحاب القنوات اللي بيدخلوا عندي ينتظروا لنهاية الفيديو، عشان هقول لهم على فكرة جديدة للدعم هتنفعهم وهيستفيدوا بيها، وإن شاء الله قنواتهم تكبر ويقدروا يعني يحققوا الدخل منها ويستفيدوا بيها. فينتظروا لاخر الفيديو، عشان هنقول على الفكرة ازاي ان احنا نعمل دعم وازاي الدعم يطلع بطريقة صح، يعني ما يطلعش بطريقة ما تنفعش. هنجيب اي شراشيب الستاير دي بتتباع. انا عندي بشريها ب6 جنيه المتر. الله اعلم في الاماكن اللي انتم موجودين فيها بتبقى بكام يعني. وطبعا بائع الجملة بيبيعوا بأسعار رائعة مختلفة تماما عن الأسعار اللي احنا بنشتريها في المناطق بتاعتنا. أول حاجة بثبت بمسدس الشمع الحوافي. لو تحبي تعملي حافتين بس يكون، انا حاسه ان لو اتعملت حافه من الناحيه دي وحافه من الناحيه دي تبقى اشيك. فاللي يحب يعمل الفكره دي يعملها، اللي عايز يعملها الحافتين بس يعملها. بس لو عملت الحافه حافتين بس يبقى مضطره انك تتني الحافتين التانيين. فشوفي ايه الفكره اللي تعجبك واعمليها. طبعا غير شراشيب الستاير ممكن تجيبي اي حاجة تعمليها. ممكن تعملي بالستان، بالدانتيل، بالاسترسات. بس انا ما بفضلش الاسترسات كتير، يعني لان بتبقى عايزة قماش معين يعني. مسدس الشمع كفيل انه يثبت لك الحاجة. عايزة تعملي بالابرة والفتلة اعملي، بالمكنة اعملي، حسب رغبتك. طبعا هو لو كانت القماشة كبيرة جدا ممكن تعمليها بطول القماشة، تصلح مثلا لترابيزة سفرة. لو أصغر تنفع مثلا لتسريحة، تنفع لكومودينو، آه، تتحط على صينية شاي أو صينية قهوة. لكن لو أصغر من كده، لو كبيرة خالص يبقى بقى ترابيزات السفرة والأنتريه والحاجات دي. ممكن تجيبي ستان زي كده وتحطيه بعد ما تكملي الشراشيب تحطي الستان من جميع الحوافي، برضو هيدي منظر وحسب رغبتك وذوقك. على فكرة دي تنفع مشروع مربح. انا بحاول ان انا اديكم مشاريع مربحة سهلة، ما تبقاش فيها تعقيدات وحاجات تخليكي تشتري خامات من بره وحاجات زي كده. ده سهل جدا، مجرد الستان او الدانتيل او الشراشيب اللي هتحطيها والقماش. ومش عايزة اي خبرة في الخياطة ولا مكنة خياطة ولا اي حاجة من الكلام ده كله. هنعمل فيونكة. انا عملت لكم الفيونكة كتير في فيديوهات كتير.
بس المرة دي هعملها بطريقة ان احنا نحط فيونكتين فوق بعضيهم، ومجرد حتة ستان تاني نلزقها فيها تدي منظر وخلاص. يعني مش عايزة تعقيد ولا حاجة. اللي عايز يعمل الفيونكة زي اللي عملتها لكم في فيديوهات قبل كده، يرجع الفيديوهات ويشوف معمولة ازاي ويعملها ان شاء الله. انا قصدي من ان احنا نستفيد باي قصاقيس موجوده عندنا في البيت، ان انا ابسط لكم الحاجه. يعني مش قصدي ان مثلا ان كله مثلا نعمل مفارش ولا نعمل حاجات زي كده. لا، انا بديكي فكره ان كل حاجه ممكن تستفيدي بيها. مش لازم تبقي غنيه جدا علشان يبقى عندك حاجات حلوه وشيك وحلوه. ومش كل حاجة يا جماعة، الحاجات التركية مش كل حاجة. احنا بلادنا مليانة بحاجات جميلة وأفكار حلوة. المصريين، محمد علي زمان ساعة ما بنى مصر الحديثة، خد العمال المصريين الحرفيين للأستانة اللي هي بقت تركيا دلوقتي، علشان يعملوا الحاجات الجميلة اللي موجودة دلوقتي في تركيا وفي الأستانة هناك. فخدوا من افكاركم انتوا ومن حاجتكم انتوا والحاجات اللي تليق على مجتمعاتنا واعملوا. شايفين حطيت يا دوبت مجرد زرار كده في النص، وشراشيب الستان مدية منظر وشكلها حلو جدا. ممكن تعملي الاربع جهات، وممكن بدل ما انت حاطه الفيونكة اللي جوه كده، ممكن تخلي الشراشيب تبقى بره المفرش حسب رغبتك. المفرش ده ينفع لصينية جامد. ممكن تحطيه على صينية قهوة او صينية شاي. وعلى فكرة هستفيد برضو بالاشكال المطرزة جواه، ان احنا نجيب لها كام استرساية رفيعين كده ونحطهم، بحيث ان احنا نظهر الشغل اللي موجود فيها. اللي ما يحبش يحط الاسترسات ما يحطهاش، وخصوصا لو كان هيستعملها لصينية قهوة او حاجة زي كده، عشان يعني ما توقعش الكوبايات او الفناجين. انت اقعدي بينك وبين نفسك كده، اي حاجة موجودة عندك في البيت حاولي تحييها، تستفيدي بيها. مش لازم تشتري قماش من بره ولا شراشيب ولا حاجات زي كده. ممكن تستعيدي مثلا عن الجالونات اللي انا حطاها دي، زي شراشيب الستائر تعتبر ب6 جنيه المتر. تجيبي مثلا قماشة بتاعت روب، او قماشة بتاعت طرحة او بتاعت خمار، وقصيها حوالين داير كده، وابتدي اتنيها واعمليها زي يعني حاجة حوالين داير مكان مثلا الشراشيب دي. هتدي منظر وتدي حاجة حلوة، وتحس انك عملت حاجة جديدة وحلوة لبيتك. اتمنى ان الفكرة تكون عجبتكم. ودلوقتي اتمنى ان اصحاب القنوات يسمعوني. انا نفسي اساعدكم واعمل لكم دعم، برغم ان انا قناتي مش من القنوات المليونية ولا القنوات الكبيرة جدا. فانا عندي فكرة للدعم حلوة، اتمنى ان تسمعوها. ان كل واحدة فيكم تيجي مرة في اليوم تدخل على الفيديو بتاعي. اول واحدة هتدخل على الفيديو فيكم تكون ما جاتش قبل كده في الدعم، هثبت لها التعليق بتاعها. وبعديها يجي اخواتها اصحاب القنوات التانية يدخلوا على قناتها ويشتركوا عندها، وتبتدوا تتابعوا بعضيكم في الفيديوهات وتسمعوا بعضيكم، بحيث تعلى المشاهدات عندكم وتعلى عدد المشتركين عندكم. الفكرة دي سهلة جدا ومش محتاجة اي منتدى او حاجة، لان المنتديات ما بقتش تجيب مشاهدات زي زمان، وخصوصا احنا قنواتنا لسه ما عدتش يعني. ف اتمنى انكم لو تحبوا الفكرة دي تيجي اول واحدة كل مرة. كل ما انزل فيديو، واحدة فيكم هي اول واحدة هتيجي هثبت لها التعليق، بس ما تكونش قبل كده ثبت لها التعليق. وان شاء الله تدخلوا كلكم عليها، وهكذا كل واحدة مرة لغاية لما تعدي ايام ويخلصوا، وارجع اعيدكم مرة تانية. بس مش واحدة مثلا تدخل واثبت لها التعليق وبعد كده ما تدخلش القناة تاني، ولا تشترك مع زملاتها الجداد تاني. تبقى يعني زي ما بيقولوا انتوا تقولوا على حل ليها يعني.
اتمنى ان الفيديو يكون مفيد وتستفيدوا بيه، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.